من هدف هذا اللقاء تبادل الثقافات من كل الدول الأفريقية، ولدينا أكثر من 20 دولة يشاركوا هنا، ولدينا 14 أو 15 دولة يشاركوا بالمأكولات التقليدية، وحتى لدينا معرض أزياء ومعرض الفن، وهناك نشاط يكون مكثف. لدينا رقصات مغربية ورقصات من بلدان جنوب الصحراء، وهذا هدف لنا عظيم، لأنه أفريقيا هي قارة غنية بالثقافات وغنية بالشعوب، ونحن كالأفارقة من درجة الأولى نهتم بثقافتنا قبل ما نهتم بالثقافات الأخرى، والثقافة ديالنا حتى ضروري يوصل حتى للقارات الأخرى، وهذا هو هدف. نحن هنا لاحتفال بيوم هذه الثقافة، وهذه الدور الأول إن شاء الله في السنوات القادمة يكون أحسن من هذا، والحضور يكون مكثف من هذا أيضا إن شاء الله. والله الملتقى الثقافي الأفريقي هذا العام متنوع وفيه حاجات إضافات جديدة وما زي العام الفات. يعني كاين ما شاء الله ناس السنغال، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، السودان، ناس موريتانيا، يعني الدول الأفريقية الشقيقة كاملة بها، وبنرحب بهم في الملتقى الثقافي الأفريقي. واليوم عملنا لهم مأكلة شعبية سودانية كتتاكل في الأعراس، يديروها دايما في الأعراس. فالمرة اللي فاتت درنا لهم أكل شعبي، العصيدة ولحة القلية والفلافل نحن بنقول لها الطعمية، ودرنا لهم واحدة سلطة ديال الجزر الجعدة، ومعها ديال الخصو يعني الدبنجان نحن كنقولوا له الأسود. هذا من الأكلات السودانية المعروفة في المناسبات. دابا اليوم درنا لهم واحدة الماكلة السودانية اللي هي اسمها مخلطة خضرة معها بطاطا والجعدة ودبنجان، حتى كنقولوا له نحن باللغة السودانية قيمة البطاطس مع الكفتة. الهدف من هذا اليوم الثقافي هو الاحتفال باليوم العالمي للثقافة الإفريقية، من أجل إبراز مختلف مكونات الثقافة الإفريقية داخل المغرب، لأن كنعرفوا بأن المغرب أصبح دولة استقرار ودولة تتغنى بجذورها الإفريقية. وهذا اليوم الذي يصادف الذكرى اللي كنقولوا اليوم العالمي للثقافة الإفريقية، اللي هو 24 يناير من كل سنة، واللي خدته اليونسكو.